في محاضرة من المحاضرات كنا بنتكلم في الحتة بتاعة الstock والsafety stock وإزاي نحسب الsafety stock. يا دوب دخلنا في حساب الsafety stock فحد من الناس اتدخل، بالمناسبة الراجل ده شغال في الprocurement، قال والله بُص بنسبة حساب الbuffer stock ده إحنا بنحسبها بطريقة تانية وأرقامها بالنسبة لنا بتبقى مضبوطة. ويبدو كده إن صاحبنا مش مفرّق ما بين الbuffer stock والsafety stock، وإن كل واحدة ليها طريقة حساب مختلفة عن التانية. عشان كده قررت إن إحنا نشرح ببساطة وبسلاسة الفرق بين الsafety stock والbuffering stock. مبدئيًا كده الsafety stock ده بيبقى external shield، يعني دي حاجة بتستخدمها بتحميك من مشاكلك الخارجية اللي هي related بالsuppliers بتوعك. فلو أنت المورد بتاعك بيلخبط أو التأخيرات بقت زادت فالlead time عالي، أو إن أنت بدأت تحوّل نَفْسك من شغلك كان بتجيبه local فبدأت تجيبه global. دي كمان بتختلف في الtransportation modes اللي أنت هتستخدمها، أنت الشغل بتاعك هييجي لك في البحر والّا هييجي لك على طيارة. فكل واحدة من الحاجات ديّة بتدخل في الcomponent بتاعة معادلة حسابك للsafety stock. بينما الحتّة بتاع الbuffer stock دي بتحميك من المشاكل الداخلية عندك في المصنع، اللي هي بيسموها كده الinternal cohesion. بتحميك من تعطلات والتوقفات بتاعة خطوط الإنتاج، الصيانات المتكررة، الأعطال المتكررة، التأخيرات اللي حصلت فجأة. فأنت بتحسب إيه، بتحسب الdown time وبتحسب الprocess بتاعتك بتاخد وقت قد إيه، وتبدأ تضبط بيها الbuffering stock. فببساطة وأنت جاي تاخد قرارك لزيادة المخزون بتاعك، لازم تحدد الأول أنت خايف من حاجة related بتأخيرات موردين، فهنا هتزود الsafety stock بتاعك، وهيبقى ليها معادلة مختلفة عن حسابك للحتّة التانية لو في مشاكل في الحتّة بتاعة المشاكل الداخلية داخل المصنع بتاعك. فهنا تضبّط البابر النقطة بقى المكلفة إن أنت ما تبقاش فاهم الفرق بين البفر stock والsafety stock، وإن كل واحدة ليها طريقة وليها حساب مختلف عن التاني، بل بتتخزن بطريقة مختلفة، وكل واحدة ليها مكان مختلف عن التاني، وكل واحدة ليها كود مختلف عن التاني. ودي اللي بيسموها في اللوجستيات بالcostly disaster، الكارثة المكلفة. فاللوجستيات هي مش عبارة عن مخزون زيادة، بالعكس ده هي كل حاجة من دي قرارات محسوبة ومحسومة بالملي. دورك دلوقتي إن أنت تدخل في الكومنتات وتقول لنا how to calculate الsafety stock والbuffering stock، لأن دي واحدة من الأسئلة بتاعة الinterviews. وبس كده، سلام.